في صندوق منقوش ديال العرعر، ورشات عليهم شوية ديال البخور الغالي، وخبات داك الصندوق في بيت الخزين. وسيري أيام واجي أيام، ووصل نهار الخميس، النهار اللي كيكون فيه السوق عامر، وناض الحاج المكي كيف عادته، وتسناتو لالا غيتا حتى خرج من باب الدار، وعاطي بظهرو وكيتمختر في مشيتو، لابس جلابة بزيوية وبلغة حرة فاسية، وقاصد رحبة العطارة فين كاين محالو. وفي ديك اللحظة ناضت لالا غيتا بالزربة، ومشات لبيت الخزين، وجبدات واحد الحايك قديم ومرقع، وجلابة لونها باهت، ولبساتهم وغطات وجهها بلتا مغليظ ما كيبين غير العينين، وهزت داك الصندوق ديال العرعر اللي عمراتو بقشر اللوز المداوي، ولفاتو في خرقة قديمة باش يبان بحال شي حاجة مخبية من زمان. لالا غيتا كانت حافظة الدوار قنت بقنت، والحاج المكي مشى من الطريق الكبيرة، أما هي دازت من طريق مختصرة وقريبة بين دروب الدوار، وسبقاتو للرحبة، ووقفت في واحد القنت حدا الدخلة ديال القيصرية، وبقات كتسناه حتى بان ليها جالس في مجمع، والخدامة كيسرحوا ليه في الزرابي. وقربات لعندو وهي كتمشى بشوية بحال إلا هزة جبال فوق كتافها، ووقفات قدامه، والحاج المكي كان مشغول كينقي في واحد الطرف ديال المسك، وتكلمت معاه وقالت: السلام عليكم السي مكي، يا سلطان الزغوق وميزان الذهب، ويا اللي كلامه ما يطيح للارض. انا جيت قاصده كل مقصود الله، سيتك وسميتك واصلين للقبائل البعيده، وقالوا لي باللي ما كاينش بحال السي مكي اللي غادي يعرف قيمه الزهر وكلامه وكون له حكمه. الحاج المكي فاش سمع هاد الكلام بدا كيتحرك في بلاصتو بحال الطوس، وبدا كيقاد في الرزة ديالو، وشاف التجار اللي دايرين بيه بنظرة ديال سمعتو اش كتقول عليا، وجاوبها وقال: كرفي كرفي أنا لا بخنين مرحبا. هاد الكلام اللي قلتي راه هو مالي حق، وحنا هنا لصدمة الضعيف قبل القوي. اش جابك عند سلطان السوق؟ جيت وجبت لك